المصريين القدماء ما كانوش بس بتوع اهرامات ومعابد، دول كانوا اكيله من الطراز الاول بس بذكاء ورشاقه. خبراء الاثار بيقولوا ان الاكل عندهم كان رمز للخصوبه والصحه، وعلشان كده كانوا بياكلوا باعتدال جدا علشان يحافظوا على جسمهم. المفاجاه ان اغلب اكلنا النهارده اصله فرعوني. العيش ده كان عمود الخيمه، كان اساسي عندهم، ومعاه البقوليات زي الفول والعدس والبصل والثوم اللي كانوا بيعتبروهم صيدليه طبيعيه. المائده بتاعتهم كانت غنيه بكل انواع الخضار والفاكهه زي التين والرمان، والتحليه عندهم كانت عسل وتمر. نظام يومهم كان 3 وجبات، والعشاء هو اللمه الاساسيه للعيله. وفي الحفلات والولائم عند الاغنياء كان الموضوع بيبقى فخامه، لحوم بتتشوي على الفحم وفاكهه مرصوصه بشكل هرمي، والستات والرجاله بيحضروا سوا مع روايح عطريه وزهور. حتى الحيوانات الاليفه كان ليها مكانها تحت الكراسي. الاكل كان بيختلف حسب الطبقه، الفلاحين اعتمادهم على العيش والسمك، والعمال بيزودوا بصل وثوم للنشاط. اما الاثرياء فكانت المائده بتاعتهم عامره باللحوم والطيور.